يا أهلا يا أهلا أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الوعي الآخر. الحلقة بعنوان لسه هنتعرف. أظن كتير 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 بيجي لهم الإحساس ده، اللي هو يا لهوي احنا لسه هنقعد بقى نتكلم في بتشتغل ايه وساكن فين وبتحب ايه، your favorite color، وأفلام ايه اللي بتحبها وذوقك في المزيكا، اللي هو حالة من يا لهوي احنا لسه هنتعرف يعني. الموضوع ده مهم جدا بصراحة، لأنه عملوا دراسات كده ولقوا إن الاتنشن سبان بتاع الناس تقريبا الادلتس بقى حوالي 8.5 seconds. يعني الناس بتفقد التركيز بتاعها بعد almost 9 ثواني، 8 ثواني ونص بيفقدوا تركيزهم. بيفقدوا بقى بيفقدوا الانتباه بمعنى اصح يعني. عشان كده حتى في عالم السوشيال ميديا اللذيذ بيقولك اهم حاجه اول 3 ثواني لما بتيجي تعمل فيديو او حاجه، فما تضيعش اول 3 ثواني في انترو. يعني انه تقعد تقول لي يا اهل زي ما انا بعمل لكم كده، يا اهلا يا اهلا، بضيع وقت في انترو وهو الناس هتقلبك على طول عشان خاطر they are not interested. فلازم الدخله تبقى الهوك تبقى قويه. فللاسف الموضوع الاتنشن سبان ده بقى تقريبا في معظم الحاجات اللي بتحصل حوالينا. فتلاقي الناس انه في العلاقات، في الشغل حتى بيفقدوا الشغف بسرعه يعني تلاقي في ناس بتقلب كاريرز كتير عشان زهقت، بتقلب صحاب كتير عشان فقدت اللي اسمها ايه، الانتباه، انه خلاص يعني كانه خدت حلاوه الحاجه وقلبت. المشكله في ايه بقى في القصه بتاعت الاتنشن سبان دي؟ ان هي في العلاقات وخصوصا في البدايات بتبقى مزعجه، لانه يا اما البني ادم انا انجذبت له في الاول كده فرحت قلت خلاص هو ده، يا اما في الاول اول باول كده اللي هو ما حسيتش البوند بيني وبينه فرحت ساحبه نفسي وماشيه. القصه دي بتيجي ازاي بقى؟ يعني غير الموضوع اللي اتكلمنا فيه المره اللي فاتت subconscious mind والحركات دي، ان انا بحس ان انا منجذبه لحد، ان انا مرتاحه في وجوده واحساسي ناحيته حلو. في حاجه كمان بقى بتاعت الصور الذهنيه. يعني انا ممكن اتكلم مع حد اول مره ويجراب ماي اتنشن، ويبدا بقى ايه، بنتكلم في كومن جراوند وفي حاجات مشتركه ما بيننا وكل الكلام ده، وانا ابدا احط عليه اسقاطاتي واكمل على هذا الاساس. يعني مثلا لو اتكلمنا عن حد، انا الكومن انترست بيني وبينه مزيكا من نوع معين which is not mainstream، يعني مش كل الناس بتسمعها، فابدا احط عليه كل التصورات بتاعت الناس اللي بتسمع النوع ده من المزيكا، ان هو اكيد هيبقى اوبن مايندد، اكيد هيبقى عنده اكسبتنس عالي او تقبل عالي للي حواليه، اكيد هيبقى بيحب السفر ومن هوايات جمع الطوابع. يعني ابدا احط كل الحاجات عشان انا ما عنديش الصبر اعرف البني ادم. خلق الناس بقى ضيق فعلا، ان انا مش لسه هعرفه، لا انا باخدك اهو، انا شفت ده منك حته بس منك، وانا بقى رحت مكمله بقيه الصوره، خليتها 4 دي و9 دي و11 دي وحاجات كده من دماغي بقى. الفكره دي محتاجين ننتبه لها. يعني محتاجين ننتبه انه المعرفه بروسس محتاجه حضور. يعني ان انا اعرف شخص محتاجه ان انا احضر معاه في اللحظه، يبقى في حوار بيني وبينه، ما يبقاش اللي هو النهارده لقيت كلام ممل، انه بيقول كلام مش مستهويني، بيقول كلام انا مش مهتمه بيه، مش انترستد بيه، فاقول لا يبقى هو ده مش ذا وان، احنا يلا نقلبه، عشان الاتنشن سبان بتاعي قليل، انا بزهق، عايز حد مسليني طول الوقت. النوع ده بتاع انا عايزه حد يسليني طول الوقت ده، او نبقى في اجنايت وفي فليم وكلام من ده طول الوقت، ده ادكشن. ده السنس اوف احساس الادمان، اللي هي المتعه الخطيره بتاعت ناخد حلاوه البدايات دي. اظن معظمنا عارفها، يعني حتى لو مش في علاقات، في حاجات تانية، اللي هو الانبهار، الملي الفراغ اللي بيحصل جوه ده، اللي هو واو ايه ده لقيت نفسي، الاحساس الجميل ده اللي هو بيسموها حلاوه البدايات. دي بتاعت مدمنين العلاقات مش بتاعت الناس اللي عايزين يكملوا. اول ما يبدا الفليم ده يهبط مننا، فتلاقي خلاص احنا وي لوست انترست، مش عايزه اكمل، لا خلاص هو ما بقاش زي الاول. عشان ايه بقى؟ عشان انا ما عنديش اول حاجه، مش متمرن كويس ان انا احضر في اللحظه، استمتع باللحظه كما هي، وابدا في اكتشاف لايرز من البني ادمين. انا كاني اول ما احط رجلي على اول سلمه عايزه اطلع العاشر على طول. طب دي بروسس يا جماعه، يعني بروسس محتاجه ان انا
اخطيها خطوه بخطوه، اكشف لايرز من نفسي، طبقات من نفسي، ولايرز من البني ادم اللي قدامي. فاللي هو هيت اند ران، يلا انا شفتك فانا حطيت عليك كل توقعاتي واسقاطاتي، بس ما عنديش دليل مادي على ده. على سبيل المثال يعني انا عشت مع شخص، عشت معاه يعني في جوازه، يعني عشت معاه 7 سنين، ومن قبلها 3 سنين انا اعرفه ومخطوبين وكل الكلام ده. انا بقول رايي الشخصي، يعني بقول تجربتي، مش بقول ان ده في الشخص او مش فيه، بس بقول رؤيتي انا. وكنت على طول بنعته وبصفه ان هو شخص كريم جدا. انا شايفه كده، شايفه ان الشخص اللي بيديني من وقته، الشخص اللي بيحبني، اللي بيهتم بيا كذا، فاكيد بالمره الباكج عشان اكمل بقى ال11 دي اللي انا عاملاه، ان هو اكيد هيبقى كريم. وجيت بعد فتره من الزمن، حتى بعد ما اتطلقنا وكل الكلام ده، اكتشفت هو انا اللي بقول عليه كريم، بس هو مفيش حاجه تثبت ان هو كريم. انا ما اديتش نفسي فرصه اعرف الشخص ده كما هو، مش كما انا بصوره. فاهمين؟ يعني ما كنتش متعلمه يعني ايه احضر في اللحظه، ويعني ايه اشوف اللي هو الدعاء الجميل قوي، اللهم ارنا الاشياء كما هي. ما كنتش بعرف اعمل ده. فكنت حطيت له صوره في ذهني، وانا مصممه ان انا بحب الصوره اللي في ذهني دي، مهما شفت على الواقع حاجه بتعكسها بتنفيها او بتثبتها، انا مش مقتنعه بيها اطلاقا مطلقا. انا مقتنعه بالصوره اللي في دماغي. ليه؟ لانه ما اتعلمتش اشوف اعيش اللحظه، ما اتعلمتش لما افكر في فكره اجيب الدليل بتاعها. يعني انا بقول ان هو كريم، طب ايه دليلي ان هو كريم؟ ايه دليلي على عكس الكرم، البخل او الحرص او وات ايفر؟ يعني ايه دليلي؟ شفت حاجه ولا ما شفتش حاجه؟ فموضوع لسه هنعرف بعض دي، يعني موضوع طويل، لان الناس بتقف عند اول لقطه وتقول لك لا خلاص احنا مش هنكمل، او ده في كل اللي انا عايزاه ومبقاش لسه عرفته اصلا، انا بجد ما اتعرفتش عليه. ففي اول لقطه ان انا هاخد بعضي وامشي، انا محتاجه عشان اخد بعضي وامشي يبقى في حاجه اسمها ديل بريكر، يبقى انا شفت حاجه من الشخص دي لا هي مستحيل انا اكمل مع بني ادم زي كده. على سبيل المثال مثلا، يعني ان بني ادم بيحور، مش اوثنتك، بيدعي ما ليس هو عليه مثلا، يعني مثلا، او ان هو حالته الماديه مش احسن حاجه، فخلاص ده ديل بريكر بالنسبه لي، فانا همشي واسيبه. نفس القصه الرجاله، هي انا شايف ان هي بتحور عليا، ما بتقولش الحقيقه. اقول لها كان عندك علاقات سابقه، تقول لي لا عمري ما حدش لمسني قبلك، وهي تبقى يعني دخلت علاقات وعاشت حياتها وعملت كل اللي نفسها فيه، فيحس بالكذب بالخداع، خلاص ده ديل بريكر، فاخد بعضي وامشي. بس في حاجات تانية لو هي مش ديل بريكر، انا محتاجه ادي نفسي انا وقت اعرف الشخص، لان انا بعرف نفسي من خلاله. يعني ايه؟ يعني انعكاسات، زي ما قلت قبل كده، ان انا لما بشوف بني ادم بشوفه كده وبنقعد ناخد وندي ونتكلم مع بعض، انا بشوف ايه التريجر اللي بيحركني ناحيته. يعني بشوف مثلا انا مشاعري ايه وانا في وجوده. ممكن يكون الشخص ده وانا في وجوده بحس ان انا مطمنه، وانا في وجوده بحس ان انا مرتاحه، بحس ان انا على طبيعتي، بحس ان انا قادره اعبر عن نفسي زي الفل، انا مطمنه في وجوده. ومش معنى ان انا بقى شفت الحاجات التانية ان انا وانا في وجوده بحس ان انا متسيطر عليا، ان انا رايي مهمش، ان انا اخد بعضي وامشي. ما انا محتاجه جوه العلاقه دي ان انا انمو واكبر، عشان برضو نفس الفكره بتاعت دي الخلق اللي بقى عند المعظم، ان هو نسبه الطلاق العاليه جدا في مصر، يعني من اكتر الدول العربيه اللي نسبه الطلاق عاليه فيها، عشان خاطر كل واحد اللي هو انا كده ومش هتغير. يا حبيبي انت مش بتتغير لحد، يعني انت بتنمي مهاراتك، بتوسع قدراتك انت، يعني دي حاجه ميزه ليكي. انا مش ابقى انا مع شخص مثلا يعني هو طول الوقت عنده طولة بال وصبر، وانا دمي حامي عايزه يلا ننجز يلا ننجز يلا ننجز. لما عاشره شويه اقول لا والله احنا مش ماشيين مع بعض، فهسيبه وامشي مثلا على سبيل المثال. يعني طب انا كده ما استفدتش حاجه، انا مش هلاقي حد شبهي 100%. الاستفاده اللي انا هستفيدها في علاقه زي دي ان انا انمي مهاراتي، ان انا طب احاول ابطئ الريتم بتاعي شويه، احاول ابص من وجهه نظره شويتين، طب هو ليه بيعمل حاجه بهذا البطء، طب انا مستعجله عليها ليه، وهكذا يعني وهكذا. فالفكره بس اللي لفتت نظري ان مؤخرا كل حد يجي يتعرف على حد من اول مره بيتكلموا على الشات، لا مش هو ده، طب انت في حاجه قفلتك منه، لا مفيش حاجه قفلتك، في حاجه قفلتك منها، لا هي ما قالتش حاجه قفلتك، بس خلاص بقى حسيت انه الحوار ممل. هي الحياه اصلا ممله، يعني الحياه اصلا ريبيتيتيف طول الوقت ممله. يعني مين قال ان كل يوم في حاجه جديده بتحصل في الحياه؟ احنا اللي بنشوفها ان هي اتس ا نيو اوبورتيونيتي، ان هي حاجه لذيذه، حاجه مختلفه، او حتى بنامبريس او بنقدر قوي الروتين، يعني ده نعمه في حد ذاتها. ازاي انت مش مستحمل تكمل حوار مع شخص
فور ويك مثلا عشان تتعرفوا على بعض وهتكمل مع عمر. ما طبيعي ان احنا حتى في اللي هو خلاص الحب مولع في الذره واحنا ان هارموني فظيع، بيجي وقت اذا كان البني ادمين بيزهقوا من نفسهم مش هيزهقوا من بعض يعني. doesn't make any sense بصراحه. فموضوع يعني الموضوع بتاع لسه هنتعرف، انا محتاجه اكون اغير بقى شويه المايند سيت، ان انا يعني داخله اشوف بني ادم قدامي وبلس اتعرف على نفسي من خلاله. يعني مش بس بعرف البني ادم ده، انا بعرف حاجات عني كمان من خلاله، فهتبقى اقرب للجيم يعني، هتبقى اقرب للجيم. دينا بتقول طب ما الواحد يفرق ازاي بين الشعور اللي بيحسه في وجود الشخص او ان الشعور ده اصلا نابع from within من عندي اصلا. ما هو الشعور انت اللي حسيتيه، الشخص ما هو الا تريجر، يا بس انا اللي حسيته، الشعور جوايا مفيش حاجه بتيجي من بره، صح ولا ايه؟ يعني هو كده كده مفيش حاجه بتيجي من بره. يعني مثلا انا حاسه بانسكيورتي، الشخص ده ممكن يكون هو تريجرد الموضوع ده. يعني على سبيل المثال ان هو عمل كومنتس على شكلي كتير، انه لا والله محتاجه تصبغي شعرك، محتاجه تغيري حاجه في شكلك، فانا بقيت حاسه بانسكيورتي ان I am not enough. هو كل اللي عمله ان هو خبط كشاف في وشي، لا اكتر ولا اقل، بس هو اوريدي انا حاسه بانسكيورتي، بس خليه يقول نفس الكلام ده وانا I am fulfilled وانا حاسه ان انا اناف وانا راضيه عن شكلي وراضيه عن هيئتي وكذا وكذا وكذا. مش هيبقى له صدى جوايا، هيبقى مجرد راي. ممكن ساعتها اخد بعين الاعتبار انا ممكن اغير شويه لو انا عايزه اغير، او ممكن اقول له خلاص لا ده انا وانا برتاح في شكلي بالطريقه دي. يعني فاهمه القصه؟ نفس الموضوع بالنسبه للرجاله. يعني مثلا واحده تيجي تقول له ايه، لا انت الكرش ده مش نافع معايا، او السالري بتاعك مش ألذ حاجه بالنسبه لي، فانا يعني محتاجه تبقى بتشتغل فلوس اكتر. لو هو حاسس ان هو ساتسفايد وان هو انف مكفي نفسه يعني مش هيبقى متاثر قوي. بس لو حس ان هو لا انا اصلا الحته دي جوايا عجز فيها، فهيبقى متاثر وهياخدها على كرامته بقى، ويبدا يحارب طواحين الهوا عشان يثبت ان هو احسن. كراميلا كده كراميلا بتعمل لي تريجر برضه، تنور عينيها في الضلمه. بس فهي اللقطه بتاعت الاتنشن سبان. يعني حتى انا مثلا بيجي لي كومنتس ان اعمل لايف اقل، وقت اقل. طب يعني انا مش عارفه بصراحه. يعني انا بحس انه كل حاجه في الدنيا فيها بركتها. يعني انتش واجري ده بيضيع الاشياء متعتها، ان انا بعمل حاجه بسرعه، لان ساعات بسرعه بتبقى ما بيبقاش فيها الانتباه، ما بيبقاش فيها اللي هو الوقت ان احنا نحس الحاجه. نفس القصه اللي هو السبيد ديتنج ده، ادخل اكلم 50 واحد على اونلاين اب وانا بنتش من كل واحد حته. انا بشوف ان ده انا ما اديتش البني ادم ده فرصته، ولا انا اديت نفسي فرصتي معاه، ان اشوف هو جاي يظهر لي ايه، جاي ينور ايه جوايا، جاي يعرفني ايه جوا نفسي. لو احنا شفناها بالطريقه دي، انا مش داخله اقيم بني ادم اشوفه يصلح ليا ولا ما يصلحش ليا، انا داخله اشوف نفسي مع البني ادم ده، لان هو حتى لو ما يصلح يعني ما ينفعنيش بالمره خالص، اديني عرفت حاجه عن نفسي من خلاله. يعني هي دي بقى اللقطه بتاعت انه لسه هنتعرف، نطول بالنا شويه، يعني نطول بالنا شويه على بعض، اللي هو مش لازم اقلب ونتعلم يا جماعه، نتعلم نعمل الهوك اللي بتنتش في الاول دي. يعني على الديتنج اب مهم جدا بصراحه ان انت تكتب بايو محترم عن نفسك، وانت كمان تحطوا صوركم الحقيقيه، صوركم لوحدكم، مش انت وبنت خالتك والعيله كلها وماما. يعني بشوف ناس بيحط صورته هو صاحبته. طب مين دي اللي انت حاطط صورتها يا ابن الحلال؟ لا دي صديقتي المقربه. ده مش عقل يعني. اصلا I will lose interest. انت حاطط صوره واحده معاك، او يبقى مثلا متصور في حضن واحده وقاطشها كده، يعني الحته دي بس اللي جايه. ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ ايه ده علاقه من طرف ثالث دي ولا ايه؟ ومش كاتبين بايو محترم عن نفسهم، مش كاتبين انترست محترم عن نفسهم، اللي هو يلا بقى نتعرف على ايه؟ ما انا يعني محتاجه اشوف حاجه تخليني انجذب اصلا عشان الاتنشن سبان. وكمان الدخله لما تيجي تتكلموا، ازيك اخبارك ايه؟ يخرب بيت مللك بجد يعني. انا اسفه يعني، انا اسفه. او طبعا في ستات ممله زيك عادي، وده حكمي عليكم انتوا الاثنين، مفيش مشكله خالص، وهتلاقوا بعض طبعا في حته ما في الكوكب. بس اللي هو ازيك عامله ايه؟ اخبارك. لو ما ردتش على ازيك عامله ايه، يومك كان عامل ازاي؟ ده سؤال حلو. يومك كان عامل، نفتح اي حوار. بس الناس اللي هو المال، اخبارك الحمد لله، يومك كويس الحمد لله، اللي هي يس اور نو كويستشن، مش تدي مجال للتعارف يعني. وهتلوس انترست بسرعه، زي بالظبط وانت بتقلب على الريلز لقيت حد بيتكلم كده اللي هو لسه هيحكي وبيعمل مقدمه طويله، لا خلاص عنك، عن اللي عايز يعرف منك حاجه، يلا نقلب. نفس القصه. خليك يعني
حاول يعني ده هحطها لكم في الكورس بتاع الاونلاين ديتنج بجد، اللي هو كوميونيكيشن سكيلز، ان ازاي انت تعمل هوك، ازاي تتكلم مع نفسك وتتكلم مع الاخر عشان تجرب الاتنشن يعني. لانه في ناس فعلا بيبقوا ممتعين جدا بس ما بيعرفوش يفتحوا حوار خالص للاسف يعني. يعني بيبقى فعلا لو حد نكشهم وفتح الكلام معاهم الدنيا تبقى زي الفل، بس طول ما هو كده الدنيا ما بتبقاش لذيذه خالص. بس هديكوا بوينتس اللي اتكلمنا فيها النهارده لفكره الاتنشن، اسبان نطول بالنا شويه. تاني حاجه يعني بليز لما نشوف حاجه في حد، حاجه عجبتني، حاجتين 3 4، بلاش اكمل الصوره من دماغي يعني، بلاش اقعد احط تخيلات مش واقعيه، وكل حاجه بقولها عن الشخص ده يبقى في دليل عليها، دليل موقف انا فسرته بالطريقه دي، حاجه اثبات عليها. لانه ساعات احنا بنكمل الصوره من دماغنا عشان عايزين نطمن ونرتاح ونقول ان هو ده بس. وكان الله بالسر عليم، وما اطولش عليكم عشان تشوفوا الفيديو للاخر، ويومكم جميل. باي باي.